15 قاعه مغلقه ومجهزه تجهيز كامل ومتوفر مدرسين. ليه ما تستوعبليش انت الناس اللي ولادهم بقوا في الشوارع؟ وبعدين انا هو بيتعامل معانا وفاكر ان اهل دمياط نجارين وحرفيين وما بيفهموش ومش عارفين يتعاملوا، صح؟ وبيقول لي والله احسن ناس. في ولي امر قدامي قال له انتوا وهو خارج في ظهره بيقول له ما بيفهمش غير في الشاكوش والخشبه. هو ما يعرفش ان في كوادر في دمياط في كل حته، وما يعرفش ان النجار ده هو اللي بيصرف عليه. هو اصلا اللي باني المدارس دي من قرشه. النجار ده هو اللي مشغل عيادتي ومشغل المستشفيات ومشغل كل مكان. فهو بيتعامل ازاي؟ ليه بيتعامل من فوق واحنا تحت؟ وبعدين ازاي وكيل الوزاره ما بيعرفش يتعامل مع الطبقات دي؟ ده انت الهد بتاع التعليم، المفروض يتعامل مع كل الناس. يعني مبنى محمد عبده هناك 120 طالب، 120 طالب لما كل ولي امر يدفع 1000 جنيه، يعني المدرسه هتلم 120,000 جنيه في مدرسه حكومي. فين الفلوس كده؟ مدرسه حكومي وما فيش اي حاجه، واحنا ما ينفعش. حسبي الله ونعم الوكيل، ما ينفعش كلام. طب في